مساء النور خوتي المغاربه كاملين، فين ما كنتو نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. علاش ما كتثقش في القضاء الفرنسي؟ علاش ما كنثقش في القضاء الفرنسي؟ ما يمكنش نثيق في قضاء ديال دوله تعدات على واحد السيد سميتو عمر الرداد، هو مواطن مغربي لسنوات طويله في الحبس وهو محبوس. فاش خرج السيد كبير في العمر، خرجت له على مستقبله وعلى حياته. وفاش خرج بتدخل من المرحوم الحسن الثاني، يعني حتى انها قضائيا ما اعترفتلوش بالبراءه ديالو، خرج بتدخل من الملك. فهمتي علاش ما يمكنش نثق في دوله بحال هذه؟ ما نثقش في فرنسا لانها استعمرات المغرب ودارت فيه كوارث كحله. ما نثقش في فرنسا لانها قطعات مساحات كبيره من الاراضي المغربيه وعطاتها للعسكر ديال الجهه اللي هوك، دارت لهم السريفه على عنقهم بحال شي جرو، وكتجرهم كيف ما بغات وفوق ما بغات باش تستفز المغرب وباش يوقفوا ديما في وجه المغرب. دونك هما داك الكليب اللي خدام لها في شمال افريقيا. ما نتيقش في دوله سميتها فرنسا لانها قتلت مجموعه من الرؤساء الافارقه ديال افريقيا السوداء ومجموعه من الساسه فقط لانهم كانوا ضد التوغل ديالها في السياسه الداخليه ديال بلادهم. نزيدك ولا بركه، نزيدكم شي شويه، ما غاديش نثيق انا في فرنسا واخا تكون عندها الحق في هذه القضيه هذه ديال هاد صوفيا بريول ولا سميتها. غادي نثيق في سعد المجرد واخا يكون مغتصب، صافي واخا يكون مغتصب انا معاه. السلام عليكم.